السلام عليكم. عمرو أديب يفتح على الرابع بعد إقالة شوبير قبل مباراة الأهلي مع بيراميدز، ويكشف المؤامرة الكبرى على النادي الأهلي. لكن في البداية قبل ما نشوف قال إيه، يا ريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد إقالة الإعلامي أحمد شوبير من قنوات أون تايم سبورت قبل مباراة الأهلي مع بيراميدز، فقد صرح الإعلامي عمرو أديب وقال: أنا نفسي أعرف حاجة واحدة بس يا جماعة، هو أحمد شوبير عمل إيه ولا قال ايه عشان يتم اقالته بالسرعه دي، وخاصه قبل مباراه الاهلي مع بيراميدز؟ شوبير بيمثل الاهلي في قناه اون تايم سبورت، واللي عايزين القناه كلها تكون زمالك. خالد الغندور على شادي عيسى على احمد الدرديري على ابراهيم عبد الجواد، انتوا شكلكم كده عايزين تقلبوا قناه اون تايم سبورت تبقى قناه الزمالك. بس سيبكم من اقاله شوبير، انا حاسس بكره في حاجه كبيره اكيد هتحصل في ماتش الاهلي مع بيراميدز. مش عارف ليه مش مرتاح للحكم الاسباني اللي جايبينه اتحاد الكرة. الحكم ده عمل فضيحة كبيرة قوي في ديربي اسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة، وكانت فضيحة بجلاجل صراحة. هو اي حكم عليه الجدل لازم تجيبوه يحكم للاهلي؟ ما الاعلام الزملكاوي وميدو كله طالع بيشجع في بيراميدز، كل القنوات بتدعم في بيراميدز دلوقتي، حتى شوبير هو بس اللي كان بيدافع عن الاهلي. يلا قالوا له امشي مع السلامة وادوله استمارة الستة. الاهلي ما بقاش في حد ليه صوت في الاعلام، يعني ما بقاش في صوت اهلاوي في الاعلام، والكل بقى بيحارب الاهلي عشان بيراميدز ياخد الدوري السنة دي. افتكروا كلامي اهلاوية، في حاجة هتحصل في ماتش بكرة، وعمر احساسي ما كذبني. انا حاسس بكرة حد هيطرد في المباراة من الاهلي، وهتكون المباراة دي مختلفة تماما، وهيبقى في انقلاب على اتحاد الكورة وعلى الرابطة بسبب ما يحدث. ولو انتوا فاكرين ان تمت اقالة شوبير علشان بس موضوع احمد رفعت رحمة الله عليه، فبقول لكم لا، في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش. ولكن بصراحة شوبير ما كانش سيء للدرجة، في ناس كمان سيئة. طيب ليه ما مشيوش؟ ليه مستمرين عليهم؟ ولا احنا بس جت عينينا على شوبير علشان قوة السوشيال ميديا هي اللي مشيته، مش اي حاجة تانية؟ وعلى فكرة القرار مش فارق مع شوبير ولا اي حاجة. بيقولك يا اخي عايز يطلع يلبس الشورت ويقعد على الشط ولا يروح الساحل علشان ياخد راحة مع اهله ومع عيلته، يعني الموضوع مش فارق معاه وخلاص. وعلى فكرة شوبير عمل الفلوس وعمل كل حاجة من زمان، لسه جايين تفتكروا دلوقتي؟ ما خلاص ما خربت ملطة. وقال كمان ان بكرة هيكون في تشجيع قوي جدا لبيراميدز اللي المفروض ملوش جمهور. بكرة كل جماهير الزمالك هتشجع بيراميدز علشان يفوز. طب ما كنتوا تشجعوا نفسكم وبلاش تهربوا قدام الاهلي في مباراة